السلام عليكم. يا هلا بالفطير الجميل المورق الحلو جدا. بص بقى، الاول كده دي الجبنه بتاعتي. اللي عجبته او اللي عايز الطريقه بتاعتها يكتب لي كومنت حلو كده، وانا يعني لو عايز الطريقه وانا هبقى اعملها له من هنا، اعملها لكم في فيديو. نصلي على النبي كده ونبدا بقى ايه في الفطير بتاعنا بقلب جامد. انا عايز اقول لكم ان الجو ساعه وانا جاي من الشغل، بس جو جميل، ساعه حلو كده. يلا مالناش دعوه. بصوا كده، في الاول انا حطيت معلقه سكر ومعلقه كبيره الاتنين ومعلقه ملح ل2 كيلو دقيق. دول الاساسي. نص معلقه كبيره سكر ونص معلقه كبيره ملح، ونقلبهم في كوبايه ميه. دول الاساسي، بلاش تستبعدوا حاجه منهم. بس انتوا ممكن تعملوا ايه؟ ممكن تزودوا نص معلقه ملح تاني علشان لو انتوا عايزين طعم الملح يبقى باين، او نص معلقه سكر عشان خاطر انتوا لو عايزين طعم السكر باين. فضلنا نعجنها بميه دافيه لغايه ما وصلت معانا للقوام ده. نديها عجين كده، ايه، بديله هوب اديله 3 4 دقايق كده، 3 4 ثواني حلوين عليهم، ونلمها ونسيبها. هستنى عشان انا مش فاكر، هيقول لكم دلوقتي 10 و10 10 و10 حلو. 10 و10 مش مهم. جينا تاني للفطير بعد ما سيبناه 10 و10. بصوا ده بيبقى ملمس العجينه. بصوا عامل ازاي، هو ده المظبوط، هو ده المطلوب. تحطوا صباعكم كده في العجينه، لا ينزل كده يبقى مرتاح. تمام. دي هنا سمنه صافي زي ما علمتكم ان الفطير بحب لازم يبقى بسمنه، بس انا ما بحبش بزيت بصراحه، ما بحبش احط عليه زيت اصلا. فدي سمنه صافي. تمام. مسيحه مدفيها شويه على البوتاجاز وبس. هقطع بقى الفطير. انتوا عايزين من الاول كنت بعمله واحده كبيره واقعد اطبقها. بعد كده بقيت بعمله بصراحه كده، حسيت ان كده بيبقى مورق اكتر. انتوا عايزين تعملوه واحده كبيره مثلا وتخلصوا، اعملوه عادي، مش هقول لي لا يعني. تمام. هنعمل الكميه كلها كده. بس خلينا، بس عايز اقول لكم على معلومه كده بس اكتشفتها. حد اعرفه جاب دقيق يعمل فطير والفطير باظ، فسالته قال لي انا عندي من الدقيق. فشفت ان الدقيق خشن، وجات لي الفكره دي، قلت اعرفكم ان الدقيق لازم لاي معجنات اي حاجه لازم يبقى دقيق ناعم. لازم يبقى دقيق ناعم. لو مش دقيق ناعم ما يبقاش، مش بيبقى حلو في المعجنات. زي ما شايفين كده. هنكمل الحوار بس بعد ما نشرح الحته دي. هنا انا هرص الحتت اللي هي القطاعات كلها على الصينيه دي عشان اعرف اقطع، يعني افرد على الصينيه التانية. ماشي. نكمل بقيه موضوعنا. ليه بقى في منهم انا بصراحه مسميه كده ايه، بالطيب والوحش والشرير. والله الطيب ده اللي هو تلاقيها ايه محترمه كده وبنت ناس، اللي هي الدقيقه الناعمه قوي. في دقيقه تاني ونص تبقى محترمه وكويسه وكل حاجه، بس بتشرب سمنه او بتنشف. وفي بقى الطريقه الثالثه اللي هي اوحش حاجه، اللي هي بتبقى خشنه شويه. دي اعوذ بالله منها في الفطير والمعجنات والقرص والحاجات دي. انا زي ما انتم شايفين بدات ان انا احط سمنه على من تحت، واحط سمنه على الفطيره من فوق، على العجينه من فوق، وافردها بايديا. انتوا عايزين تفردوها بنشابه ماشي، افردوها باي حاجه ماشي. ده طبعا على حسب انتوا عايزين تعملوها ازاي يعني. زي ما انتم شايفين كده انا بحب افردها جامد يا جماعه. انتوا يعني براحتكم. عايزين مثلا تخلوا الرقاقه تخينه شويه، لو الطبقه بتاعتها تبقى تخينه شويه براحتكم. عايزين تخلوها زي كده تبقى حاجه بسيطه خالص كده، ده برضو براحتكم. زي ما انتوا شايفين كده بفردها قوي لغايه ما تحلف يعني زي ما بيقول. احط بقى واحده جوه واحده ما شاء الله، وبطبق بقى عليها واحد. كل ما تحاولوا يعني وانتوا واقفين بتعملوا الفطير زي ما انتوا يعني شايفين الطبقات، تاخد طبقه كمان، تاخد طبقه كمان، عادي جدا مفيش مشكله. هنا واحده تاني بنفس الطريقه وبنفس التكنيك. انا بحب التكنيك ده بصراحه، وكان يعني ان شاء الله باذن الله المره الجايه هعمل لكم بطريقه تاني احلى. تمام. بصوا بتفردوها بقى براحتكم. معلومه بس عشان نسيت اقولها لكم، انا اول فطيره عملتها كان لسه محتاج يستريح شويه، ريحته شويه. لو لاحظتوا هتلاقوها بتتقطع، كانت بتتقطع بزياده، ده فعلا كنت عايزه ترتاح. ريحتها شويه ورجعت عملتها حطيت بقى التاني. تمام. هسيبها مش فاكر انا كنت بقول بس مش مهم. ممكن اكون قلت لكم ان انا كده خلصت فطيره. جو صعب ما علينا. زي ما انتم شايفين كده ده التكنيك بتاعها، ودي اصول الفطير بقى. بلاش بقى نسمع بقى لحد يقول لك حط وخل، الحاجات اللي دي بلاش، والله بتبوظ طعم وريحه الفطير الاصلي. احنا طول عمرنا عارفين الفطير وعلى ما في. هنا كنت بهزر مع ايمن عادي جدا. يعني بنهزر ما نهزرش. هنا بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها حطيت جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها سمنه.
وحطيت اول واحده انا عملتها تمام. هفردها مثلا ايه نص فرده كده، بعد كده ارجع احط لها سمنه تاني. يا رب بس تكونوا سامعيني عشان مش عايز اعيد تاني والله. هفرد ديا، واكون دلوقتي كده انا مشغل الفرن. لو على البوتاجاز ما نشغلش البوتاجاز ولا حاجه، بس بتبقى النار عاليه وبنفضل نلف في الصينيه تمام. ففرن البوتاجاز بصراحه بينشف. يعني في حد قريبي قال لي طب لو عملت يعني فرن البوتاجاز ده عالي. بص هو في فرن بوتاجاز اللي هي القديمه دي بتبقى شغاله من فوق ومن تحت، دي ممكن. انما التانية دي يعني اللي هي بتشتغل فوق بس او تحت بس، لا حرام بيبوظ الفطير تمام. بصوا نار الفطير عامله ازاي. استنى نشوفها من تحت. ما شاء الله بتبقى ناره كلها واحد، فوق زي جنب يمين زي جنب الشمال تمام. بصوا بقى اول ما بتسيب كده بنفضل بقى نقلب فيها. يعني احنا بنقفل الفرن وبنسيبها. اول ما بتسيب كده الصينيه بنفضل بقى هاتك يا تقليب لحد ما بتاخد الوش من هنا، وبتكون بقى مشمعه من تحت. انا كنت في حته المكرونه بشاميل اللي كنت بسخن. بصي هي كده خدت لون اهي جميل تمام. هقلبها بقى، مش عارف اقلبها قدامكم بس هقلبها ايه من وراكم. بصوا قلبتها اهو. هسيبها برضو لغايه ما تاخد وش جميل من هنا تمام. هنا كنت خلصت الكميه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا له لايك، اتمنى تعملوا له اشتراك في القناه، اتمنى تكونوا مبسوطين بالفيديو. والسلام عليكم والى لقاء اخر ان شاء الله.